احنا معانا النهارده بيتكرم في مهرجان القنوات الفضائيه على التوالي، واحنا معتادين ان احنا دايما بنصور معاه في مهرجان القنوات الفضائيه وان احنا بنكرمه. الاسطوره محمد رمضان، ازيك يا اسطوره؟ الحمد لله رب العالمين تمام. اخبارك ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وكل مهرجان يكون أنجح من السنة اللي قبلها. محمد، انا عايزاك تقول للناس ان انا من الناس اللي كان وشي حلو عليك، اللي صورت معاك قبل المسلسل وهو بيتصور وقلت لك هيبقى رقم واحد في مصر ان شاء الله. ده حصل فعلا، وأنا بتفائل بيكي على طول وبتفائل بمهرجان قنوات الفضائية من أول دورة، وأنا الحمد لله ليا جوائز فبتفائل بيكي جدا وبتفائل بالمهرجان. كل نجاحاتك السابقة طبعا انت ما شاء الله عليك من نجاح لنجاح ومن تألق لتألق، بس بعد الأسطورة بقيت الأسطورة في مصر. احكي لي بعد مسلسل الأسطورة بقيت عامل ازاي في الشارع مع الناس؟ والله يعني بعد لا مسلسل جميل ورد فعل بسطني بشكل كبير جدا، يعني يمكن فوق توقعات البعض نظرا لان المسلسل كان حصري على قناة واحدة، ولكن نال نسبة مشاهدة عالية يمكن تكون تخطت مسلسل ابن حلال اللي هو كانت الناس بتقول انه صعب ان محمد رمضان يتخطى هذا النجاح يعني. فسعيد جدا الحمد لله ويا رب دايما في تقدم ونجاح. يا رب. جواب اعتقال يا محمد، جواب اعتقال عامل ايه؟ خلصت ولا لسه؟ خلصت تصوير ولا لسه؟ انتهيت من جواب اعتقال وبدأت النهارده كان أول يوم تصوير ليا في فيلم آخر ديك في مصر، إخراج الأستاذ عمرو عرفة وتأليف أيمن بهجت قمر. يعني حصري معانا آخر ديك في مصر، النهارده كان أول يوم تصوير. كان أول يوم تصوير في أسوان النهارده، أنا جاي من أسوان على هنا على طول. بيتكلم عن ايه؟ والله فيلم كوميدي، مش عايز أحرق لك، بس قريب أول تفاصيل هقولها لك أنت إن شاء الله. إن شاء الله. طيب مبروك يا محمد وألف مبروك. ليك يا سارة، الله يخليك.